البنت اللي لما بتدخل اول يوم مدرسه بتكون اتغيرت 180 درجه شكلا وموضوعا، بقت واثقه من نفسها اكتر وكمان بقت اشطر في الدراسه. لو عايزين تبقوا البنت دي فهقول لكم في الفيديو ده خطوه بخطوه تعملوا ايه بالظبط. اول بارت وهو ان انتوا تخططوا لشخصيتكم الجديده. هاتوا معايا ورقه وقلم كده واكتبوا بالتفصيل البنت الجديده دي عايزين يبقى شكلها عامل ازاي، وشها، جسمها، الستايل بتاعها، طريقه تفكيرها، صحابها، شخصيتها عامله ازاي، علاقتها بربنا عامله ازاي، علاقتها مع الناس عامله ازاي، حتى الروتين بتاعها اكتبوه، ما تنسوش اي تفصيلة عنها. هنفترض ان اول حاجة هنكتبها هي السكين بتاعتها عاملة ازاي، فهنكتب السكين كير روتين بتاعها. لو انت ما عندكيش سكين كير لازم تعملي سكين كير، ومش لازم يكون فيه 50,000 خطوة خالص، بالعكس انا الروتين بتاعي عبارة عن ان انا بغسل وشي، برطبه، بحط صن بلوك وبس على كده. لو عندك بقى اي مشاكل وحابه تعالجيها ممكن تشوفي مكان تعالجيها فيه، الدراسه لسه فاضل عليها شويه فممكن تلحقي لو عايزه تظبطي اي حاجه. بعد ما نخلص السكن هندخل على الفيزيكال. بتاكل بشكل صحي اكتر ولا لا، بتاكل سناكس قد ايه، بتشرب ميه كفايه ولا لا، كل الحاجات دي مهمه قوي وهتخلي صحتكم احسن بكتير عن الاول. ولازم في روتينكم يبقى فيه اي نوع من انواع الحركه، عشان احنا في الدراسه بنقعد فتره طويله قوي على المكتب او في المدرسه او واحنا بنرسم لو انا مثلا في فنون جميله، فبنبقى محتاجين نتحرك كل شويه عشان نعوض الوقت الطويل قوي اللي احنا بنقضيه واحنا قاعدين. تتمشوا، تجروا، تروحوا الجيم، تلعبوا يوجا، ايا كانت نوع الحركه، المهم ان انتوا تعملوها. خلصنا هندخل بقى على الستايل اللي انتوا عايزينه، وهنا هنروح لصديقنا المفضل بنترست. بما ان الدراسة لسه فاضل عليها شوية فانتوا عندكم فترة تدوروا انتوا عايزين شكلكم يبقى عامل ازاي. ابدأوا جربوا كده في البيت ايه الحاجات اللي بتبقى لايقة عليكم اكتر، ايه الحاجات اللي بتخلي شكلكم احلى. عايزين تلبسوا فواتح اكتر، عايزين تلبسوا غوامق اكتر، عايزين تجربوا في الوان جديدة، قدامكم الفرصة ان انتوا تجربوا فاستغلوها. واعملوا سيرش بكل الاستايلات اللي انتوا عايزينها على بنترست واعملوا بيها بورد كده عشان يبقى قدامكم نوع من انواع الانسبيريشن لو حابين ترجعوا له عشان تعرفوا هتلبسوا ايه. كمان في فيديوهات كتير قوي على يوتيوب وتيك توك لو انتوا هتحطوا ميك اب مثلا، فبيقول لكم ازاي يبقى شكلكم احلى، لفه الطرحه المناسبه على وشكم مثلا، تسريحه الشعر اللي ممكن تبقى لايقه عليكم اكتر وهكذا. فالحاجات دي بتفرق قوي في الشكل. خلصنا بقى من كل الحاجات الشكليه، ندخل على الاهم وهي الحاجات اللي ليها علاقه بالشخصيه اكتر. في الكام يوم اللي فاضلين حاولوا تقووا قوي علاقتكم بنفسكم والطريقه اللي انتوا بتشوفوا نفسكم بيها، عشان مهما غيرتوا في شكلكم ومهما حاولتوا تخلوا شكلكم احلى مستحيل هتحسوا ان انتوا حلوين لو انتوا مش حاسين بده من الاول من جوه. فلازم تبقوا واصلين لمرحله ان انتوا حابين نفسكم وانتوا صاحيين من النوم زي ما انتوا حابين نفسكم وانتوا رايحين فرح مثلا. واحسن حاجه هتساعدكم وساعدتني انا شخصيا عشان احب نفسي اكتر وهي الشادو وورك. هتدخلوا برضو على بنترست وتعملوا سيرش شادو وورك فور سيلف لاف مثلا، او شادو وورك فور كونفيدنس. هيوريكم مجموعة أسئلة كده تجاوبوا عليها هتعرفكم على نفسكم أكتر. فهموا لو انتوا مش بتحبوا نفسكم فانتوا مش بتحبوها ليه، لو انتوا مش واثقين في نفسكم فايه السبب ورا ده، طب ازاي تحسنوا من علاقتكم بنفسكم أكتر. وعامة كل المشاكل بتتحل لما بتبدأوا تعرفوا ايه السبب ورا المشكلة دي. ممكن بقى تكون حاجة من الطفولة أو حاجة حد قالكوا عليها أو اعتقاد انتوا واخدينه عن نفسكوا، أو بسبب مثلا ان انتوا على طول بتقارنوا نفسكوا بناس تانية على السوشيال ميديا أو في الحقيقة. فكل ما نفهم الحاجات دي أكتر ده هيساعدنا ازاي نحب نفسنا أكتر وبالتالي نبقى واثقين فيها. فأهم حاجة ان انتوا تشتغلوا على جوه الأول، وأول ما تكونوا حابين نفسكوا وواثقين فيها فعلا ده هيبتدي يطلع على شكلكم من بره، يبتدي يأثر على الطريقة اللي الناس بتشوفكوا بيها، هبتدي يأثر على البادي لانجوج بتاعتكم بتتكلموا ازاي. عشان لو انتي بتحبي نفسك فعلا ده بالتالي هينعكس على شكلك، عشان اللي بيحب حاجة بيهتم بيها. ده غير ان البنت اللي بتكون واثقة من نفسها فعلا بيبان عليها هي واثقة من نفسها ولا بتفيك ده. وعامة لو عايزين اعمل فيديوهات اطول عن الثقة بالنفس وحب النفس اكتبولي في الكومنتس واكيد هعمل لكم ده في الفيديوهات الجاية، عشان حاسة ان الموضوع طويل قوي ومحتاج ناخد وقتنا فيه. حاجة مهمة بقى هندخل عليها دلوقتي وهي الصحاب. في حاجة بتقول ان احنا بنعرف الشخص من الخمسة اللي حواليه، فمهم قوي قبل ما تفكروا هتعرف على الناس ازاي تفكروا هتختاروا صحابكم ازاي. من اهم الحاجات اللي كتبناها وهي علاقتنا بالناس اللي حوالينا عاملة ازاي، والناس اللي حوالينا نفسهم شكلهم عامل ازاي. وهنا مش بتكلم عن المظاهر خالص، بتكلم عن هم فعلا مين. هل هم هيخلوكوا احسن، هل انتوا اصلا حابين تبقوا مع الناس دي، هل هم بيطوروكوا لفوق ولا هم اصدقاء سوء مش بيشجعوكوا على المذاكرة، بيقللوا منكم، بيتريقوا عليكم، مش بتحسوا ان انتوا فعلا انتوا معاهم. وساعات الوحدة بتخلينا نتعرف على اي حد ونصاحب اي حد من غير ما يفرق معانا الشخص ده مفيد لينا اصلا ولا لا. فبدل ما تفكروا يا ترى هم هيحبوني ولا لا، فكروا الاول هل انتوا حابينهم اصلا وعايزين تتعرفوا عليهم ولا لا.
الناس اللي تحت حتى لو انتوا فوق هيشدوكوا معاهم، لكن الناس اللي فوق هيرفعوكوا ليهم، ده لو هم ناس كويسة يعني بتحب الخير للي حواليها. طب خلاص احنا عرفنا مواصفات الناس اللي عايزين نكون معاها ومواصفات صحابنا اللي احنا عايزين نتعرف عليهم. نتعرف عليهم بقى ازاي؟ ناس كتير قوي بتبعتلي احنا عايزين نتعرف على ناس بس بنخاف او عندنا رهاب اجتماعي او اعرفوا الاول سبب ده ايه. زي ما قلتلكوا لو عرفنا سبب المشكلة هنعرف نحل المشكلة دي بعدين. فانا هنا محتاجة اعرف انا ليه خايفة اصلا اتعرف على الناس دي. هل مشكلتي ان انا خايفة من الرفض او انا اصلا خايفة اتكلم او خايفة يتريقوا عليا او حصل لي مشكلة قبل كده بسبب ان انا اتعرفت على حد وعمل لي حاجة مثلا. محتاجة افهم المشكلة منين. بعد ما فهمت على حسب بقى المشكلة هنبتدي نحل. يعني لو انا مثلا في المدرسة او في الكلية وخايفة اتعرف على مجموعة الناس دي عشان لو رحت لهم ممكن يقولوا لي لا مش عايزين نتعرف عليكي او هيرفضوني او مش هيحبوا ان هم يتكلموا معايا او ممكن يتريقوا عليا او يتنمروا عليا باي شكل من الاشكال. طب خليني اسالكم سؤال، هو انتوا ليه اصلا خايفين من ده؟ هل عشان انتوا حاسين ان الناس اللي بتتعرفوا عليهم هم اللي بيحددوا قيمتكم؟ دي حاجة محتاجين تقعدوا مع نفسكم وتفهموها شوية، وبدل ما تدخلوا مكان وانتوا حاسين ان اكيد الناس دي كلها هتتريق عليا او هتحس ان انا شخص رخم او مش هتحب تتعرف عليا اصلا، ليه ما تدخلوش المكان وانتوا حاسين ان اكيد الناس دي هتحبني وهتحب تتعرف عليا عشان انا استحق ده وانا شخص جميل وحد لذيذ وحد بيحب يساعد الناس، وحتى لو حد رفض اتس اوكي، هم احرار وهم الخسرانين. بعد ما تشتغلوا على طريقة تفكيركم دي مهم قوي ان انتوا تبدأوا تعملوا ده على طول. ما تستنوش لحد ما تكونوا مش خايفين عشان العادي ان انتوا هتبقوا خايفين في الاول. دي حاجة جديدة عليكم وعمركم ما عملتوها قبل كده. فكرة ان انتوا اصلا تبقوا موجودين وسط ناس وتتعرفوا عليهم وتبدأوا بده اكيد هتبقى حاجة غريبة عليكم في الاول. شوية بشوية كل ما تتعودوا على ده كل ما هيبقى الموضوع اسهل بكتير من اول مرة. في كمان تip كده عايزة اقولها لكم، ان الناس مش بتفتكر الكلام اللي انتوا قلتوه، بتفتكر انتوا حسستوهم بايه. يعني انا ممكن اقعد مع حد دلوقتي واقعد اتكلم معاه في حاجات كتير قوي بس هو مش هيفتكر اي حاجة، بس هيفتكر ان انا مثلا كنت لذيذة او انا كنت بشوشة او انا حسسته ان الله شكلك حلو قوي النهاردة وهكذا. فحاولوا دايما لما تقعدوا مع حد تحسسوهم باحساس حلو عشان هو ده اللي هيفتكروه في الاخر. خلوهم يتكلموا عن نفسهم اكتر، امدحوا حاجة في شكلهم او في لبسهم، كل الحاجات دي مهمة قوي وهتخليكم محبوبين اكتر للناس. دلوقتي بقى هندخل على التنظيم عشان دي اهم حاجة في وقت الدراسة. بيبقى ورانا حاجات كتير قوي، مدرسة او كلية، دروس، كورسات، تمرين، ده غير وقتنا مع اصحابنا واهلنا ونفسنا، ده غير كمان لو احنا بنشتغل جنب الدراسة فبيبقى ورانا مليون الف حاجة مش عارفين نعمل ايه امتى. واكتر حاجة هتساعدكم على تنظيم الوقت هي التايم بلوك. لو مسكت الموبايل بتاعكم هتلاقوا فيه وقت كبير قوي بيضيع على الموبايل بسبب ان انتوا مش عارفين بتعملوا ايه امتى. الحل ده ان احنا نجيب ورقة وقلم ونكتب عدد الساعات اللي احنا بنقضيه في اليوم قد ايه، وبعدين نظبط في كل ساعة احنا هنعمل ايه بالظبط. وفي حاجات كتير قوي ممكن تساعدنا، ممكن نعمل ده بورقة وقلم عادي جدا، ممكن نعمل ده على اللابتوب او على الايباد او حتى الموبايل. في كذا ابلكيشن ممكن يساعدوكم في الموضوع ده زي كالندر او جوجل كالندر او ستراكشرد. المهم ان انتوا تحددوا هتعملوا ايه بالوقت من غير ما تزودوه قوي ولا تقللوه قوي. ومهم قوي كمان ان انتوا تعملوا حسابكم في الروتين الصباحي والروتين المسائي. وهنا مش بتكلم على سكين كير، انا بتكلم على روتين كامل. وفي اشكال كتير قوي للروتين ممكن تعملوها، بس اهم حاجة يبقى روتين تقدروا تعملوه فعلا كل يوم. وعندكم بقى الايام اللي فاضلة كلها تقدروا تجربوا فيها كذا روتين لحد ما تلاقوا الروتين المناسب ليكم واللي هتبقوا قادرين تعملوه على مدار السنة. ولو حابين اوريكم الروتين الشخصي بتاعي الصباحي والمسائي برضو اكتبولي في الكومنتس وهوريه لكم بالتفصيل. واخر حاجة بقى وهي study tips، واهم نصيحة للمذاكرة وعلى طول بقول لكم عليها، وهي ان انتوا تعرفوا ستايل الدراسة بتاعكم. افتحوا الموبايل واعملوا سيرش على الجملة اللي انا هكتبها لكم فوق دي، وبعدين افتحوا اي كويز من اللي هتشوفوهم وابتدوا اعملوه، وبعدين هيشرح لكم ايه احسن طريقة ممكن تذاكروا بيها. في ناس بتعرف تذاكر بالسمع اكتر، ان هي تسمع كتير الدرس، لكن في ناس بتفهم اكتر بعينيها زي ان هي مثلا تستخدم الوان كتير وصور كتير وهي بتذاكر. في ناس بتفهم بالطريقه العمليه زي ان هي مثلا تحل اسئله كتير على الدرس اللي هي بتذاكره. وتاني اهم نصيحه وهي ان انتوا تذاكروا بكل الحواس اللي عندكم، ذاكروا بعينيكوا بلسانكوا بودانكوا بايديكوا، ما تعتمدوش ان انتوا تبصوا كده على الكتاب وخلاص. في اخر كل فيديو هقول لكم على شويه حاجات تعملوها عشان تبداوا تطبقوا الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده. اول حاجه هاتوا ورقه وقلم واكتبوا فيها اسمكم من فوق، وابداوا خططوا لكل حاجه زي ما قلت لكم في الفيديو، شكلكم وشخصيتكم، علاقتكم بالناس، علاقتكم بربنا، كل حاجه. تاني حاجه ابداوا اعملوا سكين كير روتين، ولو عندكم اي مشكله في وشكم ابتدوا عالجوها من دلوقتي. 3 اختاروا طريقه تحركوا بيها جسمكم وابداوا اعملوا بيها.
هتتمشوا، هتجروا، هتلعبوا رياضة، أيًا كانت المهم إن أنتم تعملوها. 4 وهي إن أنتم تبدأوا تدوّروا على الروتين الصباحي والمسائي المناسب ليكم. ابدأوا كمان جرّبوا الطريقة بتاعة الtime block عشان تنظّموا بيها يومكم. 5 اعملوا search على الshadow work اللي قُلت لكم عليه في الفيديو، وجاوبوا على الأسئلة دي عشان تعرفوا نَفْسكم وتبدأوا تحسّنوا منها أكتر. وآخر حاجة وهي 6 اعملوا الquiz بتاع ستايل الدراسة بتاعكم عشان تعرفوه وتبتدوا تذاكروا أحسن. وبس كده، لو وصلتوا لآخر الفيديو اعملوا الإيموجي بتاع الكتب في الكومنتس، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية. أشوفكم في الفيديو الجاي وباي باي.